السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا وسهلا بيكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. برحب بكل المشتركين في القناة، انتم منورين القناة. النهاردة فكرة الفيديو 13 خطأ في إدارة الخناقة الزوجية تجنبوها لحياة زوجية سعيدة. أول حاجة عندي رفع الصوت والصراخ. لما بيتحول الحوار لصراخ لصويت وصريخ كده، وبيركز الطرفين على الدفاع عن نفسهم بدل من حل المشكلة. طبعا رفع الصوت ده والصريخ، ان الطرف ده اللي بيصوت ويصرخ ده بيبقى عايز يثبت رأيه بالعافية أو يمشي رأيه بالعافية أو يقنع الطرف التاني بيه بطريقة خطأ. طبعا ده أسلوب غلط جدا وما بيجيبش نتيجة، ده بيدل على شخصية ضعيفة. هقول لكم كده على قصة. كان في زوجين بيتخانقوا، وبعدين كل طرف قاعد يصرخ ويزعق، وبعدين الطرف التاني كان هادي وبارد. الطرف اللي كان بيزعق ويصرخ ده كان له الحق، والطرف البارد ده هو اللي كان هادي، ده هو اللي كان غلطان. فالطرف الهادي هو مسك الخطأ بتاع الصريخ والزعيق ده، وقعد يقول هي كانت بتصرخ، هي كانت بتزعق، هي عايزة تثبت رأيها، هي عايزة تمشي رأيها، هي ملهاش الحق، مش من حقها تصرخ ولا تزعق ولا تشتم. طبعا بسبب اسلوبها الغلط ده الزوجة فقدت الحق بتاعها وما مشيتش رأيها، وانقلب الحق باطل. يعني هو قلب الموضوع عليها وقاعد وطلعها غلطانة بسبب اسلوبها الغلط. انت ليكي الحق كزوجة، خليكي هادية وباردة وانت بتطالبي بحقك، وما تخليش حد يمسك عليكي غلطة. يعني لا تشتمي ولا تزعقي ولا تصرخي، قولي رأيك بكل صراحة وبكل هدوء وبرود. رقم 2، الإهانة والسخرية. مثلا الزوج يقول لمراته انت ما بتفهميش، انت فاشلة، او الزوجة تقول لجوزها انت ما بتفهمش، انت فاشل. طبعا ده غلط وما ينفعش نقول كده. رقم 3، التذكير بأخطاء الماضي. لما تحصل مشكلة نتكلم في حاجات عدت وفاتت. ده بالظبط كده كأنك بتنفخ في النار وبتشعلها من جديد، كل شوية تنفخ في النار وتشعلها تاني. كده الشخص ده مكبوت وما عملش تفريغ انفعالي كويس من المشاعر السلبية والطاقة السلبية اللي اتخزنت لما حصلت المشكلة. رقم 4، المقاطعة وعدم الاستماع. قبل ما ترد سواء الزوج أو الزوجة، ادي لنفسك كده فرصة من 3 ل5 دقايق. فكري في الرد، هل الرد ده هيحل لي المشكلة؟ هل الرد ده هيجيب نتيجة؟ هل الرد ده هيفض الخناقة اللي بدأت ديت، ولا هيزود المشكلة وهيوسعها وهيتفاقم الموضوع معايا؟ فكري كويس قبل ما تردي عشان ما تندميش على حاجة وتقعدي تعتذري عليها. رقم 5، إلقاء اللوم بالكامل على الطرف الآخر. في واحد من الزوجين يقعد يرمي المسؤولية على الطرف التاني عشان يحس براحة ويحس ان هو معلهوش اي مسؤولية ولا هو غلطان في حاجة، وعشان يريح نفسه. طبعا المسؤولية بتبقى مشتركة بينهم هما الاتنين. رقم 6، الهجر والصمت العقابي. تجاهل الطرف الآخر لأيام دون محاولة للحوار، ده بيزود المشاعر السلبية وبيزود المشكلة. رقم 7، استخدام الهاتف أثناء النقاش أو الخناقة. ده بيدي إحساس للطرف الآخر بعدم الاهتمام أو التقليل من مشاعره. رقم 8، الخلاف أمام الأطفال. طبعا المشكلة ناس كده بتعاني منها، يقعدوا يتخانقوا وما يسيطروش على غضبهم ولا انفعالاتهم ولا مشاكلهم قدام العيال. طبعا الأطفال في أي سن بيبقوا عاملين زي الأسفنجة كده، بيمتصوا كل المشاعر السلبية والطاقة السلبية، وبتأثر عليهم وبتجيب لهم قلق وخوف، وبتأثر على شعورهم بالأمن وبتعمل لهم صدمة. رقم 9، إشراك الأهل في كل مشكلة زوجية. مش كل مشكلة هايفة كده أو تافهة نحتاج إن تدخل الأهل فيها، لأن ده ممكن يزود الخلاف والتوتر. كل واحد بقى بيقول رأيه من وجهة نظره ومن وجهة خبراته، وممكن تكون الخبرات دي سلبية فيزودوا المشكلة. رقم 10، التهديد بالطلاق عند كل خلاف. كل شوية بدل ما يركزوا على حل المشكلة، لا بيركزوا على أنا هطلقك، أنا هطلقك. مثلا الزوج يقعد يهدد مراته يقول لها أنا هطلقك كل شوية عشان يريح دماغه. ده بيشعرها بعدم الأمان والاستقرار، كأنك كده بتكسرها بالظبط، مش بتحل المشكلة. رقم 11، العناد والرغبة في الانتصار. المشكلة لما بتحصل مشكلة كده أو خناقة بين الزوجين، كل طرف شايف إن هو لازم يمشي رأيه وهو ده الصح، أنا كده انتصرت. طبعا ده مش صحيح خالص. انتوا في حياة زوجية الحل هو إن احنا نوصل لحل مشترك يرضي الطرفين. رقم 12، المقارنة بالآخرين. مثلا زوجة تقول لجوزها ده جوز صاحبتي جاب لها وجاب لها وجاب لها، ده انت ما بتجيبليش ربع الحاجات اللي انت اللي هي جات لها ديت، ده مغرقها بالهدايا، ده مش عارف ايه، جوز بنت عمي احسن منك، جوز بنت خالتي اجمل منك، شايف الناس عاملين ازاي، شوف انت منظرك عامل ازاي. طبعا بتقارنوا بالآخرين، ده بيعمل مشاكل كبيرة. رقم 12، عدم البحث عن حل المشكلة. الهدف من الخلاف ان احنا نوصل لحل المشكلة او حل وسط يرضي الطرفين، مش نثبت ان مين الغلط او ليه المشكلة حصلت
او هي حصلت ليه؟ هي المشكله حصلت وخلاص. يبقى بلاش بقى نضيع وقت وطاقه في حاجات ملهاش لازمه، نقعد نزعق ونصرخ ونصوت على لو كنت عملتي كذا ما كانش حصلت المشكله، لو كنت قلتي كذا ما كانش حصلت المشكله، لو كنت سكتي ما كانش حصلت المشكله. خلاص هي المشكله حصلت، احنا بقى ندور على ايه؟ حل للمشكله، او نقعد نبحث بقى ونفحص ونمحص على مين المتسبب في المشكله وسايبين المشكله نفسها. لا، احنا ندور على حل المشكله بدل ما ندور على حاجات تضيع طاقتنا ووقتنا وبتخلي البيت بقى حريقه. عقبال ما ايه نوصل بقى ايه ان احنا نركز على حل المشكله. هي المشكله حصلت وخلاص، فنركز على الحل بدل ما نركز على المشكله نفسها. رقم 13، بلاش بقى ايه لما تحصل خناقه ومشكله، هما دلوقتي الزوجين اتخانقوا، بلاش بقى طرف فيهم يلف ورا التاني في الاوض. الزوجه مثلا تلف ورا جوزها اتخانق معاه وقال لها كلمتين وهو متضايق وقعد وسكت، بقى راح الاوضه التانيه وقعد وسكت، تقوم رايحه وراه تقعد تكلمه وتلح عليه في الكلام وتضغط عليه وتزعق له وتشد فيه، فيقوم الزوج يخرج عن سيطرته، عن السيطره على غضبه، ويقوم ضاربها. دي كانت قصه فعلا حصلت، ان الزوج ضرب مراته مع ان هو ما كانش ناوي يضربها اصلا، وقعد يعتذر لها وكانت متضايقه جدا. بس بعد ايه؟ بعد ما افقدته السيطره على غضبه قعدت تلف وراه في الاوض وتتكلم معاه وتضغط عليه عشان يرد عليها. طبعا هو عشان يسكتها عمل ايه؟ قام ضاربها. طبعا تصرفها كان غلط وهو غلط، هو غلط ان هو ضربها، وهي غلطانه ان هي قعدت تلف وراه في الاوضه تضغط عليه بالكلام. سيبيه يهدى شويه، طالما جوزك متضايق وقال لك كلمتين وراح قعد في مكان تاني وسكت، سيبيه لما يهدى وتاني يوم كلميه في الموضوع. بلاش تناقشي معاه في نفس اليوم عشان ما تضغطيش عليه وتخليه يخرج عن شعوره ويقول لك كلام يزعلك، او يضغط عليه تضغطي عليه ويقوم ضربك مثلا. فاتناقشي معاه في وقت تاني يكون هادي شويه. يا ريت بقى دول كانوا 13 خطأ بيحصلوا أثناء الخناقة الزوجية أو المشكلة الزوجية، بيخلوا المشكلة أو الخناقة تزداد حدة وتتفاقم وتوسع عن الحد بتاعها، وهي ممكن تكون مشكلة، احتمال تكون مشكلة هايفة أو مشكلة بسيطة ممكن تتحل. يا ريت بقى تتجنبوا ال 13 خطأ دول عشان المشكلة ما توسعش، واعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.